السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. واليوم غادي نعدل معكم واحد المعسله واللي هي بريوات الكاوكاو اولا سيجار اولا اللي بغيتو. المهم انا نعطيكم مكونات وطريقه التحضير والشكل كيبقى اختياري. هنا غادي نحتاجو كيلو د الكاوكاو كما كتشوفوا، عندي مقشر ومحمر في الفران على هاد الشكل هذا. وغادي نحتاجو معاه نص كيلو السكر اولا غير 400 غرام بالنسبه اللي ما كيعجبوش السكر، حيت في الاخير غادي نعسلوها. كما كتشوفوا معايا هنايا عباره نص كيلو السكر، غادي نخلطو مع بعضياتهم. وغادي نعاود الطحنه الثانيه اللي غادي يكون مخلط السكر مع الكاوكاو. كما كتشوفوا كنخلطو بعضياتهم مزيان، عاد نطحنوه باش كيجي كامل بالسكر. كما كتشوفوا معايا هنايا عملت له الطحنه الثانيه، وهنا غادي نزيد له واحد المعلقه القرفه كيف عاد تشوفوا. وغادي نزيد معاه كاس الزيت اللي غادي نخلطو به. وبامكانكم تزيدوا واحد القبيصه د المسكه حره اختياريه، وبامكانكم تزيدوا شويه د المزهر وواحد جوج د معالق د الزبده اختياريه حتى هي. انا اكتفيت غير بهاد المقادير هادو، غير بشويه القرفه والزيت. خليت الكاوكاو طبيعي كما كتشوفوا. هنا غادي نخلطوا بعضياتو مزيان، وغادي يجيني بحالي ما طحناتوليش ديك الهشوه مزيان. غادي نزيدو الطحنايه اخرى حتى غادي يطلق لي الزيت وصافي. غادي ندوزو نلويهم معاكم. صافي هنا كنشبوا الورقه كنقطعوها هكذا مستطيل، وكنبقاو نلويو على هذا الشكل هذا. كما كتشوفوا كنتني واحد الحاشيه ديال الورقه، وكنبقاو نعملو بحال هكذا هاد المثلثات. كما كتشوفوا صراحه ساهلين واقتصاديين في نفس الوقت. كما كتشوفوا معايا هنا في الاخير عندي الخليط الماء والطحين باش كنلصقوا الورقه باش ما كنحتاجوش نقطعوا منها. كما كتشوفوا كتلصق ببعضياتها، ما كطير ما حتى شي حاجه. صافي هنايا غادي نزيدو معاكم الثانيه. كنعمل عين معلقه صغيره د الكاوكاو، ديك الخليط الكاوكاو صافي. وكنبقى نلوي. ومن بعد ما غنطويوهم كاملين كنستفوهم في واحد الصينيه اللي كتكون مدهونه بشويه الزيت، وصافي كنستفوهم فيها وكندهنوهم حتى هما بشويه الزيت، وكندخلوهم للفران. وندوزو لطريقه التعسيل. كما كتشوفوا معايا هنا عندي العسل، غادي نزيد لها شويه المزهر، غير شويه المزهر صافي. وغادي نخلي العسل يذوب شويه على البوطه، حيت عندي ديك البريوات عندي باردين. الا كانوا بريوات سخونين خصكم تعسلوهم تكون العسل بارده. الا كانوا بريوات باردين العسل ضروري تكون سخونه. صافي غادي نستفهم في هذا الاناء هذا، وغادي نخوي عليهم ديك العسل اللي كنكونوا سخناها من قبل، وغادي نخليهم يتعسلوا. كما كتشوفوا معايا كنغطيهم كاملين بالعسل وكنخليهم شويه هكذاك واحد 10 دقائق هكذاك في العسل. ومن بعد كنعملوهم في واحد الشبيك يقطعوا وكنقدموهم بالصحه والراحه. كما كتشوفوا عملتهم يعني في الشبيكه اولا في الكسكس يقطعوا صافي. وهنا غادي نقدموهم بالصحه والراحه وزينوهم بشويه شويه الزنجلان اولا شويه الورد اولا اللي متوفر عندكم.
وكنتمنى هذا الفيديو اليوم ينال اعجابكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وبشي كومونتير تحفيزي باش كنقدم لكم كل ما هو جديد وكتشجعوني باش نزيد نستمر، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.